ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هشارككم تجربة شخصية بعد قراءة كتاب هايبر فوكس وتنفيذ اغلب التاسك اللي في الكتاب. خليني اقول لكم انا استفدت ازاي. خلينا نعترف في الاول ان اغلب الحاجات اللي بنعملها مش بنبقى مركزين فيها، واهم مشكلة في حياتنا هي قلة التركيز، وده بيخلينا ننسى حاجات كتير المفروض نعملها. ضعف التركيز هو عدم السيطرة على انتباهنا في حياتنا اليومية. كم مرة رفضنا النوم واحنا تعبانين ونقعد نفكر ونركز هنعمل ايه تاني يوم، ونشيل مسؤولية يوم لسه ما جاش اصلا. طب كم مرة كل واحد فينا دخل المطبخ ونسي اصلا هو داخل يجيب ايه، وده بسبب ان احنا فقدنا التركيز على النية الاصلية. طب كم مرة واحنا بنغسل المواعين بتيجي افكار مذهلة ومبدعة، والوقت اللي انت محتاج فيه الافكار دي مش بتيجي اصلا. وليه بندي الفرصة في التركيز على ذكريات مؤلمة او تجارب صعبة مرت في حياتنا؟ ازاي الافكار دي بتيجي فجأة؟ ده كله اختيارك، انت اللي بتقرر هتختار تركز في ايه، وبتختار تماطل في التفكير في ايه وما تركزش في ايه. هل انت بتركز على حاجات كتير مثمرة؟ هل انت بتركز في وقت الشغل؟ هل انت بتركز وانت بتدرس؟ هل انت بتركز وتركيزك بيبقى فيه انتاجية؟ انا قررت اعمل ده، اركز وانا بعمل اقل حاجة، حتى في غسيل المواعين اركز في غسيل المواعين. تاني حاجة الكتاب علمها لي وهو بدون اهتمام انتقائي ستصبح التجربة فوضى مطلقة. يعني انت لازم تهتم بدقة انت هتركز في ايه الاول وايه هي اولوياتك عشان تقدر تركز في يومك. اي رد او استجابة انت منتظرها لازم يكون في الاساس فيه تركيز في الكلام اللي صادر منك والافعال اللي صادرة منك. وده كان مؤشر بصراحة بيساعدني على ان انا اطور علاقتي مع ربنا وأفهم علاقتي مع ربنا أكتر، إن أنا لازم أركز في كل كلمة أنا بقولها في الصلاة أو في الكلام مع ربنا. الكاتب قال مقولة مهمة جدا في الكتاب وهي Your focus determines your reality، يعني تركيزك بيحدد واقعك. توماثي ويلسون أستاذ علم النفس في جامعة فيرجينيا قال قدرتنا على التركيز لا محدودة، فلازم نساعد مخنا إن احنا نتحكم نركز في إيه. المخ شبه كارت الرام اللي في أجهزة الكمبيوتر أو الميموري اللي في التليفونات، ممكن يستقبل 40 معلومة لكل دقيقة. ممكن المعلومات دي تكون تافهة وممكن تكون مهمة وممكن تكون معلومات منتجة. انت الوحيد القادر انك تفك شفرة المحادثة عشان تتمكن من فهمها وتفهمها وتركز فيها. اهتمامك للتفسير والتحليل للأفكار العشوائية جزء كبير من تركيزك. ردك على اللي بتسمعه، هتعمل ايه بكرة، كل دي أفكار بتخش دماغنا. احنا الوحيدين اللي قادرين نسيطر هنركز في ايه وما نركزش في ايه اللي هيبقى منتج بالنسبة لي النهاردة وايه اللي مش مهم. الكاتب عاد في كل صفحة ان احنا نبعد عن المشتتات بقدر الامكان، واهمها هو التليفون، وعمل تاسك ان احنا نبعد التليفون 40 دقيقة في اول يوم، ونشوف في ال 40 دقيقة هنحقق ايه ولو حاجة بسيطة جدا. بعد ما نحقق اول تاسك تاني يوم نخلي التليفون بعيد عننا لمدة ساعة او ساعتين، لحد ما جسمنا ودماغنا يتعود ان احنا كل يوم ممكن نقعد من غير التليفون لمدة ساعتين. الكاتب وصى ان التخطيط والتنظيم هيساعد في تحديد الوقت والتفاعل وهيوفر تركيز، وعشان كده رجعت للتدوين مرة تانية. انا كنت بدون زمان ولكن ما كانش عندي وقت، وده لاني ما كنتش مركزة في التدوين كحاجة اساسية ان انا اخطط بيها يومي او اعبر عن نفسي او افكاري، فرجعت تاني للتدوين. ركزوا معايا في أحلى حاجة الكاتب ذكرها في الكتاب وأهم حاجة، وهي the 4 types of tasks، لأنواع ال4 للمهام. قبل ما تعمل أي مهمة وقبل ما تفكر في أي حاجة اسأل نفسك، هل الحاجة دي منتجة ولا غير منتجة؟ هل المهمة دي جذابة ولا غير جذابة؟ لما تسأل نفسك الأسئلة دي هتقدر تحط المعايير بتاعتك للتركيز. يعني لو كان عمل منتج وغير جذاب فده عمل ضروري، زي الدراسة وزي ما تشتغلي في البيت وتنظفي البيت وتعمل أي حاجة هتطلع نتيجة بس غير جذابة بالنسبة لك في الوقت ده. المعيار التاني هو هل الحاجة دي جذابة وإنتاجية؟ تأكد إن ده عمل هادف ولازم تعمله، زي إن أنت تشتغل أو تتعلم حاجة جديدة أو تعمل عمل تطوعي. المعيار التالت، هل المهمة دي غير جذابة وغير منتجة؟ يبقى ده عمل غير ضروري وغير مهم وبيضيع وقت. آخر معيار وللأسف كلنا بنقع فيه وهو هل العمل ده غير منتج وجذاب؟ ده اسمه تشتيت الانتباه أو عمل مشتت،
وده زي ان احنا نقعد على التليفون كتير، نتكلم في تليفون او مكالمة ملهاش اي 30 لازمة، نضيع وقتنا في السرحان. كل ده حاجات غير منتجة ولكنها اتراكت لدماغنا وبتاخد مساحة من تركيزنا. فقبل ما تعمل اي حاجة حط المعايير دي قدامك عشان تقدر تركز هتعمل ايه وايه المنتج بالنسبة لك. افتكر دايما ان انت الوحيد القادر على تغيير عاداتك وتركيزك وتحديد وقتك تقضيه في ايه وما تقضيهوش في ايه، وان المعايير دي انسان زي وزيك اللي حطها، يعني احنا كمان نقدر نطبقها في حياتنا. It's only tasks we put on earth to do it. وبكده يكون فلوج النهارده خلص، واتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تكتبوا في الكومنت ايه اكتر حاجه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للشانل بتاعتي. اشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.